السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحة فطوركم البنات مازلنا متواصلين مع وصفة العيد. اليوم جبت لكم مقروط الكوشة. هذا المقروط البنات يخرج محافظ على الشكل ديالو كما راكم تشوفوا، يخرج معسل للقلب ويخرج يذوب ذوبان البنات. هاوليك شوفوا كيفاش خرج. درت لكم شكلين، درت لكم هذا الشكل تاع الوردة ودرت الشكل الآخر البنات. شوفوا لي كي قسمتو، هاوليك معسل للقلب. شوفوا لي البنات كيفاش معسل القلب ويذوب في الفم. نبداو بسم الله في المقادير. ما تنسوش البنات تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. هنا في الريسيبيون انا واش درت سميد مولا متوسط. البنات نتوما سميد مولا واش استعملوا هذاك الباكي الزرقاء، راهو يجي بزاف رقيق. انا درت بين الباكي الزرقاء والباكي الحمراء، باسكو هذا متوسط، الاخر مكتوب فيه خاشن. درت كيله متوسط مع كيله خاشن، كان يجي بيان ومن بعد ولا يجي بزاف رقيق. سي بوغ سا اللي خلط هذا مكان كيما شفتوني. درت الكيله الاولى تاع الخاشن، الباكي الحمراء، ومن بعد درت هذه الباكي الزرقاء. ديت منها كيلة ونص من الباكي الزرقاء، وديك النص كيلة كملتها بالفارينة. البنات الفارينة تديرلكم يخرج لكم المقروط ولا اروع. برك لازم تتقيدوا بواش راني نمدلكم نصائح. ديروا كيلة من سميد مولا الخشن، ديروا معاه كيلة ونص سميد مولا متوسط، كملوها بالفارينة. مولا يخرج لكم المقروط ولا اروع البنات. تبعوا كامل التفاصيل راكم تنجحوا في الوصفة. درت هنا ملعقه صغيره ملح. الملح لازم في المقروط باش يحسن لكم الذوق. درت ملعقه لافاني ثاني نديروها باش ما يجيناش ريحه السميد في المقروط. هكذا البنات هذا المقروط يخرج لكم ناجح من اول تجربه، يخرج بزاف بنين، يخرج مبسس، يخرج ولا اروع البنات. ان شاء الله تجربوه. موالفه نديرو في قنواتي مقبل، درتو في التيك توك والفيسبوك ونال اعجاب كامل اللي درتو. كتبت لي في كومونتير وقالت لي بزاف هايل. هنا درت كيلة سمن ناقصه اصبع، كملتها بالزيت. ديروا كيلة، ما تفيضوش الكيلة البنات. هايلي كيلة قلت لكم السمن ذايب وبارد، انا استعملت سمن مدينه. كملت هذيك الكيلة، درت كيلة ناقصه اصبع كملتها بالزيت، ومن بعد تخلطوا هكذا غير بالسباتشولا هكذا. زدتها كانين درت بيديا هكذا حتى كامل يتمازج هذاك السميد مع السمن. ومن بعد البنات تخلوه يبات، وماشي اوبليجي كامل يبات. قادرين ديروه صباح تخدموا به العشيه هكذا البنات، وتخلوه هكذا. شوفوا نخدموا هكذا بيديا، ومن بعد البنات نغطيه ونخليه يريح. على الاقل انت خليه يريح 4 سوايع، ماشي تروحي ديماري ديريكت وتكملي. نو، خليه يريح. خليته يريح. انا دوكا حندير الحشو انا واش نسحق. هنا عندي 2 كيلات لوز مطحون رقيق، مع كيلة جوز، مع كيلة ماشي معمره تاع السكر. ما تعمروش الكيلة تاع السكر، انا حبيت نديرو باللوز والجوز يخرج بزاف بنين. هاي كيلة ناقصه اصبعين تاع سكر عادي. نعاود نطحنو في الاشواغ المكسرات مع السكر، نعاود نطحنوهم في الاشواغ البنات باش هذاك السكر يذوب ليه هكذا البنات. هذا الحشو تقدروا ديروه فاني نفس الطريقه، تقدروا ديروه في الكحيكات، في العرايش، هذه العقده اللي ما طيبش. درت لكم العقده اللي طيب في الفيديو تاع التشارك، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. ومن بعد درت هنايا ملعقه سمن، ودرت ونطم بالماء الزهر. البنات ما نقدروش نستعملوا الجوز ديريكت باسكو الجوز يجي بزاف مر. سي بوغ سا لي لازم نستعملوا اللوز مع الجوز. يا ديروا كيلة ونص لوز مع كيلة ونص جوز، ولا ديروا 2 كيلات لوز مع كيلة جوز. ليسونسيال الجوز ما نقدوش نخدموا به ديريكت باسكو فيه المروريه. ومن بعد طميت هكذا بالماء الزهر هكذا، نعجنها شويه باش ندوب هذاك السكر. ومن بعد تخلوا الحشو يريح على الاقل خلوه يريح ساعه. من الافضل ديروه في الليل، خدموا به غدوه من ذاك باش هذاك الحشو هذاك السكر يذوب. هنا البنات دوك نبداو نديرو في المقروط ديالنا. هنا بعد ما يبات لي المقروط البنات هنايا درت نص طبسي تاع ماء، مع كملته بالماء الزهر
ما عمرتش طبسي، خليت هكذا كيما راكم تشوفوا. درت الحبه تاع البيض المقروط، نديرو البيض يخرج ولا اروع. في كيلو سميد ديروا حبه بيض البنات. هنا هذاك الطبسي اللي درت به، الطبسي تاع الشوربه الكبير ماشي الصغير. هذا الطبسي يخرج لكم واحد 44 حبه، هذه هي الكميه اللي خرجها لكم. هنا عاودت هكذا درت المقروط كما كنتوا تشوفوا، فتحته بيديا ومن بعد درت هذه العمليه كيما ديروا هذه الكويره هكذا ديروا باش تعرفوا بلي المقروط ديالكم مبسس. لا خرجت لكم هكذا كره ومن بعد تتفتت تعرفوا بلي المقروط ديالكم راهو مبسس. هنا درت الحبه تاع البيض، حبه تاع البيض ديروها في كيلو سميد. لا عندكم درتو كميه قليله ديروا غير نصف الحبه تاع البيض. 4 ملعقه صغيره كامل تاع خميره كيميائيه، ونطمو بالماء مع ماء الزهر. البنات طموا غير بالعقل، ديروا الماء وديروا غير بالعقل وتعجنوا، ماشي تعجنوا، طموا غير بيديكم وديروا الماء ديروه على دفعات، ما نديروش على ضربه. كنديروا على ضربه هذيك العجينه تطرانا وما نعرفوش كميه تاع الماء اللي نزيدوها على ذيك. نديروا الماء والعجينه راهي تشرب، السميد ديالنا راهو يشرب، وصديقو على حسب السميد، كل سميد وكيفاه. مام الكميه تاع الماء على حسب ما شفت في الصيف وفي الشتاء، ماشي كيف في الشتاء تدينا كميه اكبر من الصيف حتى تولي لكم هكذا عجينه طريه. تحبسوا تخلوها تريح، هذه اهم مرحله البنات. لازم العجينه تاع الماء تخلوها تريح واحد النص ساعه. بعد ما ريحت كما شفتوا لقيتها نشفت، زدت كملت لها الكميه تاع الماء اللي بقات لي، عاود زدت كملت لها الكميه تاع الماء حتى تولي لي عجينه طريه نقدر نخدم بها. هذه اهم مرحله. المقروط لازم كي نديروا له الماء كامل لازم يريح باش نعرفوا كميه الماء. على بها كاين البنات بزاف في المقروط ديالهم يتشقق لهم وكامل باسكو يكون ناقصو الماء، سي بوغ سا لازم تخلوه يريح باش الديمارو. ولا لقيتوه نشف تزيدوا له الماء مع ماء الزهر. هنا البنات راني حنوزن المقروط ديالي. هنا المقروط العجينه لازم نوزنوها 50 غرام. هاي ليك وزنتها 50 غرام البنات. لازم كامل توزنوا عفوا العجينه، توزنوا الحشو باش تبداو تشكلوا. هنا كيما راكم تشوفوا وزنت الحشو هاوليك 11 غرام 12 غرام عفوا. وباش تجيكم عمليه سهله لازم توزنوا كامل العجينه، توزنوا كامل الحشو، ومن بعد نبداو نشكلوا. نفتح العجينه ندير في وسطها الحشو، نعاود نليسيها، نديروا كامل العجينه، ديروا لها كامل الحشو، تغطوها بكيس بلاستيكي باش ما تنشف لكمش العجينه، تشكلوها كامل ومن بعد نبداو نشكلوا فيها في الاخر. هذه العمليه لازم ديروها باش تكون العمليه ديالكم منظمه. هاوليك بعد ما كملتهم كامل انا شكلتهم كامل البنات. ومن بعد هنا جبت هذو ليمون حاجه ضروريه باش نخدموا بهم. درت لكم شكلين البنات، اللي تحب الشكل الاول، اللي تحب تبدل دير الشكل الاول مع الشكل الثاني. الحشو يقعد اختياري، تقدروا ديروا بالكاوكاو. الكاوكاو تخدموا بنفس الطريقه، برك الكاوكاو كي تشروه دائما نقول لكم تعاودوا كامل البنات ليسوهم باش تحطوهم في المول باش يخرجوا لكم فينيين. كما قلت لكم الحشو دائما الكاوكاو عفوا دائما كي تشروه تحكموه ديروه في الكوشه كامل من الفوق تاع الكوشه ديالكم، تنقصوا له في النار، ديروه كامل من الفوق واحد 10 دقائق ما يتبدلش اللون ديالو، نو تنحلوا غير ديك الخضوريه وتطحنوه وديروا نفس الطريقه اللي درتها معكم في الحشو، برك ديروا نزيدوا لها لافاني وعطر اللوز البنات. عطر اللوز حاجه ضروريه باش تروح له كامل هذيك البنه تاع الكاوكاو. وبعد البنات هنايا ندير هكذا ديكور بهذا المول. هذا المول يتباع 15000 فيه 4 تشوفوا عندي على لوازم الحلويات كاين هذا الديكور. ودوك نوري لكم ديكور اخر، ديروا كامل ديروهم كامل في المول ومن بعد تبداو تطبعوا فيهم بعد تحطوهم في الصينيه ديالكم هكذا باش تجيكم العمليه منظمه. هذا الديكور بزاف هايل اللي يبقى الشكل ديالو هو ما يتبدل لكمش، برك تبعوا كامل المراحل باش تنجحوا في الوصفه. ما تحكموا هكذا اللوز لازم يديروا اللوز ماشي كاوكاو باش يخرج الديكور تاعو شباب. هنا جبت بياض حبه بيض درتهم في البياض وراني ندير فيهم هكذا من الفوق باش ما يتنحاوش كي يطيبوا في الكوشه، باسكو كون ما نديروش بياض البيض كي نجيو نعسلوهم يطيروا كامل هذوك اللوزات من الفوق. وشوفوا لي الشكل شحال جميل خرجوا بزاف هايلين. هذا الديكور دوزيام هكذا نديروا بها هذا قلت لكم درت بزوج طوابع وما يجوا كامل كيف كيف. شوفوا الشكل الثاني انتم خيروا الشكل اللي يعجبكم.
هذا ولا الاخر، ولا بدلو، ماشي بدلو، ولا ديروا زوج اشكال كما تحبوا. هاوليك هذا الشكل ديالو يخرج كيما الورده، يخرج بزاف هايل. بعد تحكموا اللوز هذه المرات ترشقوه في الحبه تاع المقروط، ما ديروش بياض البيض باسكو يلصق عادي. هكذا بعد ما كملتهم كامل كما قلت لكم نشق لهم هذوك الحبات تاع اللوز، وكما قلت لكم تشعلوا الفرن ديالكم على درجه حراره 180 درجه. ديروا الصينيه كامل من الفوق، كي تلقاو الحبات تاع المقروط بداو يحمروا من الفوق، تحكموا حبه بالطرشونه، تنحوا حبه هكذا فوق طرشونه وتشوفوها اسكو راهي حمرت من تحت. كي تلقاوها بلي حمرت من تحت تهبطوا كامل سنيوه من تحت، تشعلوا الكويزينيير ديالكم من الفوق ديالكم من الفوق وتحمروهم. ومن بعد كي تعسلوهم البنات خلوهم غير قد ما يهفتوا برك. هاملك شوفوا كيفاش خرجوا بزاف هايلين. شوفوا كيفاش طيبتهم عفوا وحمرتهم. انا ما نحيهمش تمتم نديرهم في الحسيله، نو خليهم يهفتوا برك واحد هكا واحد زوج دقائق، من بعد نحيهم هكذا يكونوا مازالهم سخونين، نديموا ليهم هكذا وشوفوا لي طيابهم كيفاش يكون. ومن بعد ندير لهم الشربات. انا البنات انا ندير شربات، ما نديرش حسيله ديريكت بيور. ندير زوج كيسان باغ اكزومبل، نديرو زوج كيلات سكر مع زوج كيلات ماء، تكرمليزو ديك الحسيله، ديروا قليل منها قد ما تولي كراميل، تكملوا ديروا الكميه تاع السكر المتبقيه. ومن بعد ديروا قلت لكم زوج كيلات سكر مع زوج كيلات ماء، ديروا شريحه ليمون، خلوهم يغلوا حتى يعقدوا واحد 20 دقيقه حتى يعقدوا لكم. تزيدوا لهم حوالي كاس حسيله بيور، وديروا لهم عطر المزهر. لازم ديروا في الحسيله عطر المزهر ولا ماء الزهر باش هذاك المقروط يجيكم منسم بهذيك البنه تاع المزهر. وتخلوهم في هذه الشربات ولازم تغمروهم كما راكم تشوفوا. ديروا هكذا ريسيبيون تغمروهم وتخلوهم حتى كي توشي الحبه تلقايها باللي راهي طرات. انا كي نتوشي الحبه نلقاها باللي طرات باش نحيهم ما تحسل. ديروا هكذا فوقهم كامل الحسل وتعاودوا تقلبوهم، تخلوهم يتعسلوا من الجهتين وتخلوهم يقعدوا. انا نخليهم 2 سوايع حتى 3 سوايع. ودي فوا الا لقيتهم مازال ما تعسلوش نتوشي الحبه نلقى لها مش طريه نخليهم يباتوا. هذا ما كان، والحسيله تكون بارده والمقروط يكون سخون. ومن بعد تعاودوا تجوزوهم في الحسيله تكون بيور، حسيله بدون اي اضافه. تسخنوها الحسيله تكون سخونه بيان، وديروا لها قليل من ماء الزهر وديروا فيها المقروط ديالكم واحد النصف ساعه وتخرجوها وديروها في الكيسات. والسلام عليكم.